الأغاني حلال. التعليق هذا يا اخوان تكرر عندي بشكل مرعب الصدق. عاد اللي جالطني انا اني ما اتكلم عن هذا الموضوع اصلا ولا قد اضطريت، لكن هم في كل مقطع يطلعون يجيك واحد يعني يا سواء ينصحني ولا شيء يقول يا ابو حسين حاولك تقلل من الموسيقى شوي، وقللت منها الحمد لله يعني. لكن يجي واحد يعطيني هذا التعليق الطيب اللي يعطيني فيه نصيحة، ويجي واحد يرد عليه من قال لك الموسيقى حلال؟ فشفتها المرة الأولى قلت يمكن هذا واحد من 1000، واحد من مليون، واحد من، فشفت الموضوع هذا الصراحة ما عرضت أي اهتمام يعني، كنت يتناقشون في التعليقات وبكيفهم حيلهم بينهم. لكن قاعد أنا قبل ما أصور هذا المقطع قاعد ناوي إني أصور مقطع حتى مسالم الصدق يعني، بدون مواضيع حساسة ولا انتقاد ولا شيء ولا ذا، يعني مقطع زي المقاطع القديمة مسلسلات ولا مقطع أي اللي هو المقطع يعني مسالم بدون موضوع يعني في حساسية وقروشة وبسبب نقاش زيادة عندي في التعليقات. لكن وأنا قاعد أفكر في هذه الفكرة طلع لي إشعار واحد الموسيقى حلال. شفت التعليق هذا قلت والله لا أتكلم عن هذا الموضوع خلاص هزلت الصدق. وأنا عارف أن أغلبكم يطالع فيني قالوا أبو حسين مقطع عن حكم الأغاني، كلنا عارفين حكم الأغاني حرام. لا والله ليت كلكم الصدق عارفين هذا الشيء، لكن فيه نسبة صراحة كبيرة ونسبة تخوف يحللون ذا الشيء. فيا طوال العمر والسلامة خلني أعدل القعدة، أمون عليكم ما يحتاج قاعدة رسمية وما أدري إيش، يمكن المقطع جاي منسدح ما تدرون. فيا طوال العمر والسلامة أنا بحثت عن هذا الموضوع مو عشان أشوف حكمها، كلنا عارفين حكمها أو أغلبنا عارفين حكمها معليش. فيوم بحثت عن هذا الموضوع اكتشفت أن اللي يحللون الموسيقى 3 أنواع أو 3 فئات. الفئة الأولى يجيك واحد زنديق، والفئة الثانية يجيك واحد يغني ولا له دخل في الموسيقى فيحللها، والفئة الثالثة يجيك واحد بأنب ضميره إنه والله قاعد أحس إني أسوي شيء حرام فراح بحث له كذا يشوف كم واحد يقول إنه حلال وراح يوزع هذا الخبر على الناس. سبي تعال أنت تسمع أغاني حلال اسمع على راحتك، اسمع يا أبوي على راحتك بعد، خلني أنا أريح ضميري، والناس إذا حد قال لي ليش تسمع أغاني بقول لهم إنها حلال. فهذه هي 3 فئات. فبالنسبة للفئة الأولى الشخص الزنديق هذا ما يحتاج تناقشه ولا تفهمه ولا تعلمه لأنه زنديق، تشوف هذا الشخص مسلم كاسم بس لكن ما يسوي أي شيء من تعاليم الإسلام، يحلل موسيقى تصرفات غريبة، مسلم كاسم بس لكن أفعاله أكثر من الكافر. اليهودي لا طالع فيه يستغفر من كثر الأفعال اللي قاعد يسويها، فالزنديق هذا خلى على جنب. لكن الفئة الثانية لا، وهو الشخص اللي قاعد أو يقدم محتوى موسيقي ولا له دخل في الموسيقى بأي شكل من الأشكال، يحلل هذا الشيء لأنه يقول والله هذا مصدر رزقي وبحاول أن يحلل هذا الشيء بحيث أنه يريح ضميره. لكن أنت بتريح ضميرك الحين يعني، لكن بكرة إيش بتسوي وأنت عارف في قرارات نفسك أنك على غلط. لا تستشهد لي بابن حزم، وهذا أغلبهم ترى اللي هم الفئة الثانية والفئة الثالثة يستشهدون بقول ابن حزم. أما الزنديق ما يستشهد، يقول لك كذا حلال قد أنا من راسه. لكن الفئة الثانية والفئة الثالثة يستشهدون بقول ابن حزم بحيث أنه من أكبر العلماء، فيجيك والله يقول هذا ابن حزم من أكبر علماء المسلمين يقول أنها حلال، خلاص يلا شوف ابن حزم كيفك أنت وياه يلا سلام عليكم ويمشي. لا وين رايح؟ طيب قلنا ابن حزم إنه قال إنها حلال، خلنا بتماشى معك في هذا الموضوع، قال إنه حلال، وباقي العلماء المسلمين وجماهير أهل العلم وش تسوي فيهم؟ ترى أنت اللي قاعد تسويه هذا شيء خطير، إنك تتبع ما شويني ما أعرف أسولف. زبد الشيء اللي قاعد تسويه أنت الحين ترى شيء خطير جدا، ألا وهو زبد الشيء اللي قاعد تسويه ترى شيء خطير جدا، ألا وهو تتبع الرخص. أي زين طلعت، ترى قلتها 4 مرات يا أخوان لين طلعت عيت. فتتبع الرخص هذا وشو يا أخوان؟ أنك والله تروح تشوف العالم الفلاني قال قول في هذه المسألة، والله قال الأغاني حلال، أنت والله أعجبتني فتواك والله، وينقي كأنه داخل سوبر ماركت، والله إيش يقول ذا في السب هات أشوف حط، وأنت شو تقول فلا لا تحرمها ليش؟ متشدد أنت، تعال أنت يا أبوه، إيش تقول أنت في السرقة؟ حلال كم آخر حللها وخلها أجر بعد بيض ويحط ويجمع. فهذا هو تتبع الرخص، يعني شرحتها شرح مبسط اللي ما يعرفها. تتبع الرخص يا أخوان ترى شيء خطير ولا يستهان فيه. أنت لا جيت تاخذ فتوى شوف شيخ أنت دائما تثق فيه واسمع كلامه، ما بتجي تختار لي نسيم ذاك ما أدري شو اسمه أمه ذاك عاد ضايع، أو اسمع يعني جماهير أهل العلم، عندك أكثر من شيخ والله ابن باز ابن عثيمين أو من هذه الفترة مثلا عثمان الخميس أو الفوزان. أما ذاك شو اسمه ذاك يا أخي سامي ناسي شو اسمه، لكن ذاك طاعاته وجد. شوف أنت جماهير أهل العلم وش يقولون في هذه المسألة، وإذا كانوا أغلبهم يحرمون هذا الشيء فخلك على الإجماع أفضل لك وأضمن لك يعني إن شاء الله. طبعا هذا الكلام كله في حال أن ابن حزم قال أن الأغاني حلال بدليل ولا شيء. ابن حزم ليش ما حرم الأغاني؟ ما حرمها لأنه قال أن الحديث اللي نزل في تحريم الموسيقى والمعازف قال أنه ضعيف. ويخطئ الكثيرون على ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم يقول ما صح عندي الحديث، ولو صح عندي الحديث لقلت به.
طيب ثبتت صحة الحديث ولم يطلع عليها ابن حزم، انتهى الأمر. ابن حزم إنسان تقي يخاف الله تبارك وتعالى، فصاروا يتعلقون بقول ابن حزم مع أنهم في غير هذه المسائل يستهزئون به رحمه الله تعالى، يقول شاء أقواله شاذة ظاهري مدري إيش وكذا. لكن لا يجوز الإنسان أن يستدل بقول عالم على ما يرى أنه هو باطل أصلا، وإنما يتصيد الرخص. ويقول عبد الله المبارك من تتبع رخص العلماء تزندق. ولكن الحديث بتلقاه في صحيح البخاري، هذا أول شيء. وثاني شيء حتى يوم أنا طلع وقال هذا الكلام أغلب يعني جماهير أهل العلم كلهم يعني أو أغلبهم 95% ما أدري كم النسبة يعني، لكن نسبة كبيرة يعني خالفوه في هذا الشيء. فأنت تجي وتروح تتتبع الرخص وتسمع كلامه هو بس، طيب الشيوخ الباقين اللي كلهم حرموا هذا الشيء، ولا بس عشان هذا الشيء مشى على هواك تتبعته أنت يعني؟ فسالفة والله أنك تحلل الأغاني ولا تحلل أي فعل ثاني والله عشان ضميرك يرتاح، أنت تعبد الله ولا تعبد ضميرك؟ أنت امشي على قال الله وقال الرسول. على الأقل لو كنت أنت قاعد تسوي هذا الذنب وعارف أنه حرام، يعني إن شاء الله الكلام هذا قد قلته من زمان وبقوله بعد الآن مرة ثانية، لو كنت تسوي شيء فعل وعارف أنه حرام على الأقل فيه أمل أنك تبعد عن هذا الشيء، لأنك تسويه عارف أنه غلط، وبيجي يوم إن شاء الله تبتعد عن هذا الشيء بإذن الله. وإن صملت أنت بعد إن شاء الله تبتعد عنه بإذن الله. نقول إن شاء الله والله يبعدنا وياكم عن الحرام إن شاء الله. علوم أخبار أنشفين، أنا صدق ريحت معكم والله. فنرجع على موضوعنا، إذا أنت بتحلل الأغاني والله عشان هذا مصدر رزقك، ولا أنك أنت تسمع أغاني ومأنبك ضميرك، فلا تحللها ولا تروح تقول للناس أنها حلال بعد. أنت تخيل الحين والله واحد شاف كلامك في التعليقات والله واقتنع فيك على أنه والله الكلام ما يقنع، لكن نقول في واحد والله شاف كلامك واقتنع وقام ومشى على هذا النظام، ما عاش حياته كلها على أن الأغاني حلال، وعلم 1 و2 و3 و10 و20، كل ذنوب ذولي كلها على راسك أنت يلي قلت أنها حلال. ممكن يجينا واحد الحين أنت وحسين شيتك أنا مرة يقطع تسمع أغاني، وأنت أسمع أغاني ولا ما أسمع يا حبيبي؟ موضوعنا هل هي حرام ولا حلال؟ أنا ما قد طلعت لا ولن أحلل الأغاني أبدا، عارف أنها غلط وعارف أنها حرام، الله يغفر الذنب إن كان قد سمعت أغاني ولا شيء يعني، إن شاء الله الله يغفر الذنب إن شاء الله يعني، لكن ما طلعت ولا قلت أن هذا الشيء حلال والله عشان أطيب ضميري ولا شيء. لا، الأغاني حرام وكلنا عارفين ذا الشيء. فلا تطلع أنت يا حبيبي وتجيني في التعليقات كل ما حد نصحني ولا شيء خله ينصحني، يبغى يكسب أجر خله ينصح، مالك دخل، كلمني ولا كلمك، تجي أنت لا غالي حلال ما بحلال وبس. والله كان هذا الموضوع منرفزني الصدق، وأشوفه دائما في التعليقات ورافع ضغطي، فقلت أتكلم عنه وإن شاء الله نحط حد لهذا الشيء. على المستحيل ينتهي بيجين واحد تحت في التعليقات بس والله الحديث حديث صحيح. أنا ما أدري كيف أساسا هم يحللون ذا الشيء، وفي حديث صحيح في صحيح البخاري. إيش الحديث نسيت؟ لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر والمعازف. فهي من كلمة يستحلون، يعني شيء كان حرام واستحلوه خلوه حلال. الحين بيجينا واحد بعد في التعليقات يشوف واحد قال لا المعازف يقصد فيها، برضو يتتبع الرخص مرة ثانية. شوف أنت كلام جماهير أهل العلم في هذا الموضوع، وأنت إذا صدق تبغى تبحث عشان تشوف الحق بتحصل الحق واضح. أما إذا بتبحث عشان هواك بتحصل هواك، فأنت حكم ضميرك وشوف وش الصح وبس. والله بالمرة الثانية قلت بس، لكن الموضوع زي ما قلت لكم كنت بتكلم عنه منرفزني، وكنت نتكلم عنه إن شاء الله، وإن شاء الله البعض استفاد. وإذا تعرف شخص عنده هذه الإشكالية ارسل له هذا المقطع وخله بعد يشوف ويراجع كلام العلماء. ممكن تشوفون بعض كلام العلماء يشابه كلامي، لأني راجعت كلامهم وشفته وقلت خلني أتكلم عشان ما أهبد ولا أجيب عيد، فممكن تشوفون تشابه كثير في كلامي معهم. فأنا أقول لك لا تسمع كلامي أنا ولا تسمع كلام، روح شوف أول شيء كلام العلماء اللي يستدلون بالقرآن والسنة، عشان ما تقول لا أنا ما أسمع العلماء أسمع القرآن والسنة. طيب العلماء يتكلمون بالقرآن والسنة، فاسمع كلامهم وشوف الحق دور له، لا تجي تتقعد أنا شوية اليوم ما أعرف أتكلم، فلا تجي تتقعد عن أنت من عندك وتقول لا الله حلال ولا حرام ولا. شوف الكلام أنت بنفسك وابحث عن الحق بين قوسين، ابحث عن الحق وبتحصله إن شاء الله وبس. والله المرة الثالثة كان هذا المقطع يا أخوان، وأتمنى أنه كان خفيف لطيف إن شاء الله، وأتمنى أنك استفدت منه. عدت الكلام هذا المرة الرابعة أو الثالثة أو الخامسة والله ما أدري، لكن خلاص طولت أنا صح طولت. يلا فمان الله، إن شاء الله المقطع الجاي بيكون خفيف لطيف بإذن الله وبيعجبكم إن شاء الله. يلا فمان الله.